وأخيرا عودة بث المسلسلات اليومية مثل زهور الدم وتل الريح الأمر اللي أفرح كثير من المتابعين، خاصة من الفانز العربي العاشق لهي المسلسلات. وطبعا البداية كانت بعرض الحلقة 355 من مسلسل زهور الدم. الحلقة أجمع كل المتابعين فيها أنها كانت حلقة قوية جدا من ناحية الأحداث وكمان الأداء اللي قدمه أبطال العمل يامور يوكسيل وباريش باكتاش. بس عن جد حسينا حالنا إن أمام نجوم كبار أبدعوا في تجسيد الحزن والألم، لدرجة إنه كثير من المتابعين في التعليقات والتغريدات أكدوا إنهم بكوا مع الشخصيات، وهذا دليل كبير إنهم وصلوا لمرحلة الإقناع. وطبعا عديد من الحسابات والمواقع أشهدوا بالحلقة ونجومها، وطبعا هذا يؤكد أنه يامور وباريش عم يجتهدوا عن جد، وموسم بعد موسم عم يفاجئونا بتقدمهم في مجال التمثيل. لكن المفاجأة المخيبة للآمال هي نسبة المشاهدة الضعيفة من الأتراك، بحيث حققت الحلقة 355 من زهور الدم نسبة مشاهدة بلغت 0.58، محتل الترتيب الأخير. وسبق في الترتيب المسلسلات اليومية كل من مسلسل تل الرياح بنسبة 0.85، ومسلسل الكنة بنسبة 1.41. طبعا بعد نهاية الحلقة مباشرة تم عرض إعلان الحلقة 356 من زهور الدم. وأكثر شغلة لفتت المتابعين هو يقين ديلان إنه ابنها لساته عايش، ورافضة إنه تتقبل فكرة إنه مات، وهو الأمر اللي راح يتسبب لها بالانهيار، بحيث نشوفها بمشهد بعده عم تحتضن صبي وتضمه على أساس ميران، بحيث يعتقد البعض إنه راح تجد ابنها بسرعة، خاصة إنه راح يكون موجود معها بنفس البيت. لكن هذا مستحيل، مع بداية الموسم راح تعرف ابنها وتجتمع فيه أصلا، لأنه حبكة الموسم الثالث راح تكون قائمة عن البحث عن ميران والفراغ اللي تركه ميران بحياة كل من أبويه ديلان وباران.